الأمم المتحدة وجودها في السودان، نحن لأكثر من 10 سنين السودان بيدار من الأمم المتحدة تحت الفصل السابع. ما عملناه نحن طلعنا السودان من الفصل السابع للفصل السادس، اللي هو بيتيح للدولة السودانية إنها تطلب من الأمم المتحدة ما يمكن أن يتعمل في السودان بإرادة السودانيين، مش بإملاء من الأمم المتحدة. هي مسألة غريبة جدا إنه نسمع إنه نحن وضعنا السودان تحت الوصاية. أصلا السودان اليوم تحت الوصاية بتاعت الأمم المتحدة، ونحن حاولنا نطلع من المسألة دي فينا ننتقل من الفصل السابع للفصل السادس. الفصل السادس بيتيح لنا إننا نتعامل في قضايا متعلقة بالخبراء، ما فيها يعني وجود عسكري، كلها وجود لخبراء في مجالات نحن عايزينها. فبالتالي يعني موضوع دخول الأمم المتحدة في الفصل السابع وتخرج من دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان لكل البلد، لأن في قضايا الانتقال مرتبطة. مثلا نحن عايزين الأمم المتحدة تساعدنا بتجارب من مناطق أخرى في قضايا متعلقة بالمؤتمر القومي الدستوري. الانتخابات هي أكثر عملية ممكن تدير دولة خارج إطار الحروب، من ناحية بتاعت تشهيل وتكلفة إلى آخره. الأمم المتحدة ممكن تساهم في المسألة دي، لذلك نحن طلبنا من الأمم المتحدة أن تجي تساعدنا في قضايا الانتقال. عندنا السلام بكل الأجندة بتاعته، من الناس اللي في معسكرات النزوح، معسكرات اللاجئين. ده مجال ضخم جدا بتحتاج فيه انت لقدرات وامكانات الامم المتحده عشان تساعدنا فيه. لذلك نحن طلبنا من الامم المتحده تجينا وتساعدنا في الفصل السادس، واللي هو بتوافق معانا نحن اللي حنملي عليها مش العكس.